football, I have one clear and strong message to tell him. بعد قرار زلزال في قطر، بعد قرار أمير قطر بإلغاء البطولة بسبب ما حدث للمغرب أمام البرازيل، ورئيس الفيفا يتخذ قرار تاريخي، والحكم الإيطالي يعترف، وكولينا يدخل على الخط. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن المغرب ظلم تحكيميا، فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو وكتابة العدالة للمغرب وإعادة المباراة. ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم في ليلة كانت كرة القدم فيها على موعد مع الحقيقة. انقلبت الحقيقة إلى كابوس، وفي لحظة كان ينتظر فيها العرب جميعا فرحة جديدة من أسود الأطلس، ظهر الحكم الإيطالي يكتب واحدة من أسوأ صفحات الظلم التحكيمي في تاريخ اللعبة الحديثة. هنا في هذه البطولة التي قيل عنها إنها الأكثر عدلا، في هذه الأرض التي احتضنت أعظم أمجاد المغرب في 2022، عاد شبح الظلم ليطارد منتخبا عربيا كتب ملحمة كأس العالم، فإذا به يواجه سيناريو مكررا، نسخة جديدة من ظلم فرنسا، حيث صرح أمير قطر وأدلى بتصريحات نقلها الديوان القطري وقال: أنا شاهدت ما حدث، أقولها لكم بصوت واضح وبكل أمانة ومسؤولية، ما جرى للمنتخب المغربي أمام البرازيل ليس مباراة كرة قدم، بل كان ليلة من ليالي الظلم التحكيمي الفاضح. نعم، اليوم لم تنتصر البرازيل على المغرب، اليوم انتصر الظلم، وانتصر الحكم الإيطالي، وانتصر قرار غير مفهوم قلب الحسابات، وأخرج منتخبا عربيا كان يستحق التأهل. أنا شاهدت اللقطة بنفسي وشاهدها الملايين، دفع واضح من المدافع البرازيلي باليد اليسرى في ظهر المهاجم المغربي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية فقط من المباراة، دفع لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى زاوية إضافية، لا يحتاج إلى خبرة كروية من 30 سنة. هذه ركلة جزاء واضحة. ثم ذهب الحكم إلى الفار، وقف أمام الشاشة، شاهد اللقطة من كل زاوية، من الأمام، من الجانب، من الخلف، وحتى بالسرعة البطيئة، ومع ذلك لم يحتسب شيئا. أسأل: كيف حكم دولي في بطولة عالمية يقف أمام الفار 40 ثانية ويرى دفعا صريحا ثم يخرج ويقول لا شيء؟ كيف؟ المغرب كان يستطيع أن يتقدم منذ الدقيقة الثانية، المباراة كانت ستتغير، الإيقاع كان سيتبدل، البرازيل كانت ستتلقى صدمة مبكرة، ولكن الظلم كان أسرع. وأقولها اليوم للمرة الأولى علنا وأمام الجميع: ما حدث يعيدني إلى مونديال قطر 2022، حين تعرض المنتخب المغربي لظلم واضح أمام فرنسا، ركلتا جزاء لم تحتسبا، واليوم يتكرر المشهد نفسه ولكن بصورة أشد. أما الهدف الثاني للبرازيل، يا إلهي، هدف جاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، والحكم أعلن 4 دقائق فقط. كيف تلعب دقيقة إضافية كاملة؟ ثم اللاعب البرازيلي لمس الكرة بيده قبل تسجيل الهدف، وكان هناك دفع في ظهر لاعب المغرب قبل بداية الهجمة، ومع ذلك الحكم الإيطالي والفار صمت رهيب. أمام كل هذا أقولها بوضوح: نطالب بإعادة المباراة بشكل رسمي، نطالب بفتح ملف شامل لما جرى داخل غرفة الفار، نطالب بإيقاف الحكم الإيطالي فوراً وإحالته للتحقيق. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما منتخب عربي يتم إقصاؤه من البطولة بسبب ظلم تحكيمي منظم. وأقولها للسيد إنفانتينو رئيس الفيفا: إذا لم تعاد المباراة وإذا لم يتم فتح تحقيق شامل، فإن إقامة مباراة البرازيل والبرتغال في نصف النهائي ستكون مهددة. نعم، نحن في قطر لن نقبل أن تقام مباراة تحمل شبهة استفادة من ظلم واضح لفريق عربي. أنا لا أتكلم بدافع العاطفة، أنا أتكلم بدافع المسؤولية. اليوم المغرب ظلم، وغدا قد يظلم منتخب آخر، ومن واجبنا حماية نزاهة اللعبة. رسالة إلى الجماهير المغربية: أنتم الأبطال الحقيقيون، منتخبكم قدم كل شيء، لعب بروح، قاتل، أبدع، لكن الظلم وقف أمامكم، ونعدكم أن صوتكم لن يضيع، وأن قضيتكم لن تدفن. هذا اليوم لن ينسى، وهذا القرار التحكيمي لن يمر، وسنقف مع المغرب حتى يعود له حقه كاملا. فيما صرح إنفانتينو وأدلى بتصريحات لوكالة الأنباء القطرية، وقال: أولا، أود أن أوجه رسالة مباشرة وواضحة إلى سمو أمير دولة قطر. لقد استمعت جيدا إلى تصريحكم، قرأته بعناية، وفهمت حجم الغضب الذي يحمله، وفهمت أكثر أن ما حدث في مباراة المغرب والبرازيل لم يكن مجرد أخطاء تحكيمية،
لقد كان حدثاً غير مسبوق يفرض علينا في الفيفا أن نقف عنده بكل قوة ومسؤولية. وأقولها بوضوح: نعم، كلام سمو الأمير صحيح. نعم، هناك لقطات غير طبيعية، هناك قرارات غير منطقية، وهناك علامات استفهام لا يمكن تجاهلها. ولهذا قبل قليل فقط عقدت اجتماعاً طارئاً في مقر الفيفا حضره رئيس لجنة الحكام العالمي بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة تقنية الفار وفريق التحليل القانوني ومراقبو المباراة وخبراء التحكيم الأعلى تصنيفاً في الفيفا. ولأن الأمر تجاوز حدود نقاش رياضي عابر، قررت اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الحديثة. أولاً، إلغاء مباراة البرازيل والبرتغال مؤقتاً حتى إشعار آخر. نعم، أقولها للعالم أمام الكاميرات: لن تلعب مباراة نصف النهائي بين البرازيل والبرتغال قبل إنهاء التحقيق في مباراة المغرب. هذه ليست عقوبة، هذه حماية لنزاهة البطولة. لا يمكن للفيفا أن يسمح بتمرير نتيجة قامت على أرضية شك كبير وأخطاء مؤثرة وقرارات غير مفهومة. لقد طلبت من كولينا فور انتهاء خطاب أمير قطر أن يلغي كل مواعيده ويأتي إلى مكتبي. جلسنا أنا وهو أمام الشاشات لمدة ساعة كاملة، رجعنا كل لقطة، كل زاوية، كل إطار. وأؤكد، كولينا لم يرفع عينيه عن الشاشة. وبعد نهاية المراجعة التفت إلي وقال بالحرف الواحد: هذه ليست مباراة تحكيمية عادية، هناك أخطاء جسيمة أثرت على مصير منتخب المغرب. أعلنت رسمياً فتح تحقيق سيشمل الحكم الإيطالي وطاقم الفار والمراقب التحكيمي والتسجيلات الصوتية بين الحكم والفار ومراجعة المراسلات التقنية في غرفة الفيديو وتحليل الزمن المضاف بدقة. ولأول مرة سيكون التحقيق علنياً، سيعلم الجميع الحقيقة كاملة. ما شاهدناه مع كولينا خلال مراجعتنا للقطاط ظهرت عدة نقاط واضحة: ركلة جزاء المغرب في الدقيقة الثانية ودفع واضح باليد اليسرى، والمهاجم كان في وضعية انفراد. الحكم رأى اللقطة من زاويتين مباشرة ثم ذهب للفار ورأى 6 زوايا أخرى. رغم ذلك قرر لا شيء، هذه ليست سقطة تحكيمية عادية. الهدف الثاني للبرازيل، الوقت المضاف 4 دقائق. الهدف جاء في الدقيقة 5 و12 ثانية، لمسة يد واضحة قبل التسجيل، دفع على لاعب المغرب في بداية الهجمة. كولينا قال لي: لو كنت أنا الحكم لألغيت هذا الهدف فوراً. أقول بوضوح: إعادة المباراة أمر مطروح على الطاولة بقوة. لن أستبعد أي خطوة تعيد العدالة للمنتخب المغربي. لن أقبل أن يخرج فريق من بطولة عالمية بسبب أخطاء فاضحة. الفيفا ستعطي منح المغرب الحق في تقديم ملف رسمي لإعادة المباراة. وفي الختام يا أصدقاء، اللهم يا رب العدل والحق، يا من لا يضيع عنده شيء، نسألك أن تنصر المنتخب المغربي وتعيد له حقه كاملا غير منقوص. اللهم إن كان في إعادة المباراة خير للمغرب فاجعلها تتحقق، وإن كان في النصر فرح لشعبه فامنحه إياه. اللهم اجعل راية المغرب عالية وانصرهم على كل من أراد بهم سوءا، واجعل أيامهم القادمة أفراحا وانتصارات. آمين يا رب العالمين. ولا تنسوا يا أبطال الاشتراك واللايك لدعم القناة وتشجيعنا على تقديم المزيد.